النهاردة هحكي لكم ازاي بوازن بين شغلي في الغيط وشغلي في البيت. أنا بصحى بدري أجهز الفطار والحق هروح على الغيط أسقي الزرعة قبل الشمس ما تبقى حامية على دماغي. وأول ما أرجع البيت ألاقي العيال اللي رجعوا من المدرسة، أطبخ وأراجع الواجب معاهم وأشوف باقي طلبات البيت. ووسط كل ده عمر ما حد قال لي أوازن إزاي بين البيت والغيط. ما خدتش كورسات ولا سمعت أصلا عن حاجة اسمها التوازن بين الشغل والحياة. بس كنت بعرف لوحدي إمتى أقول لنفسي قومي اشتغلي، وإمتى أقول استني شوية وخدي شوية راحة علشان تقدري تكملي. التوازن مش معادلة صعبة، التوازن إحساس، واللي يعرف ينظم وقته ومجهوده يقدر يقود بيته وشغله من غير ما يضيع مجهود على الفاضي، وكمان يفرح بمجهوده. بس بيني وبينكم ساعات كنت بحس بتعب وإرهاق، وأوقات كمان كنت بتذمر. إنما لما كنت أقول الحمد لله على شغلي اللي باكل منه عيش أنا وعيالي، والحمد لله على بيتي وأولادي، كنت أرتاح وأرجع أنشط من الأول. ولسه عندي حاجات كتير قوي ممكن تتعلميها من الفلاحة المصرية الأصيلة، هتفيدك في شغلك وفي بيتك. اشتركي في القناة وفعلي الجرس واكتبيلي تعليق حلو يشجعني أكمل المشوار معاكم.